موضوع رحيل امام عاشور الى نادي ميتلاند الدنماركي واللي بقى حديث الجميع، الكل ما بقاش يتكلم غير على امام عاشور وان هو هيمشي من نادي الزمالك وان هو رايح دوري دنماركي وهيرجع بعد كده عن طريق كوبري للنادي الاهلي. الكلام ده كله اللي يشيع الفتره الاخيره بصراحه اللي كان سبب رئيسي فيه نادي الزمالك. يعني انت عندك لاعب عايز يحترف بره، ايا كان بقى هيبقى فيه كوبري بعد كده ولا ما فيش كوبري، انت اللي يهمك حاجه واحده بس، عايز اللاعب يفضل موجود معاك لنهايه العقد بتاعه، بتخليه موجود والموضوع انتهى واتقفل عليه. طب عايزه يمشي علشان خاطر تشتري دماغك، ولا اي مشكله برضه بيمشي، لان هو لما هيمشي هيتباع بفلوس، والفلوس اللي هيتباع بيها دي تقدر تشتري لاعب سوبر. انت اللي بتحدد قيمه الصفقه اللي هتبيع بيها اللاعب. لكن انك انت تيجي تصور اللاعب وتقعد معاه وتتحايل عليه وتظهر في الفيديو وانت بتتحايل عليه، وانا عايزك تقعد معانا وبقول لجمهور نادي الزمالك، انت كده بتعمل زي نظام انا بتبرأ من مشيان الراجل. انا يا جماعه ما كنتش عايزه يمشي، بس هو اللي اصر ان هو يمشي. ليه يا عم؟ انت راجل رئيس نادي، لازم يكون في سياسه لاداره المؤسسه. السياسه دي بتقول ان اللاعب عايز يجدد وعايز يفضل موجود في النادي، مفيش مشكله، شغال معايا. عايز يمشي مفيش مشكله برضه يمشي، ولكن بالاصول، طبقا للعقود، عادي. لكن كون ان انت تفضل تعمل البلبله دي كلها والمشاكل، ويا كابتن طارق يحيى اقنعه ويا استاذ هاني شاكر معلش اتكلم معاه، ليه يا عم؟ ده انت حتى لو جددت له وفضل قاعد معاك هيفتكر ان هو خلاص يعني فوق الطبيعه، وهو مجرد طلع نزل لاعب. يعني انت عندك مثلا هو معروض عليك 3 مليون دولار و600 الف. لو ما تيجي تبص على صفقه القندوسي للاهلي اتعاقد معاه ب 2 مليون دولار، ما يكملش 2 مليون دولار، وهيدفعهم كمان اقساط لنادي وفاق سطيف. انت اصلا كنت داخل في الصفقه دي. طب لما تيجي تبص تشوف الاهلي اللي هيتعاقد مع لاعب زي القندوسي وهيدفع المبلغ على دفعتين واقل من 2 مليون دولار، انت جاي لك عقد في امام عاشور 3 مليون دولار و600. طيب لو ما تيجي تبص، هل امام عاشور زي القندوسي؟ القندوسي قد امام عاشور 100 مره. لما تيجي تبص على امام عاشور بيلعب له مركزين اتنين، القندوسي بيلعب ستة وثمانية ونص ملعب ويمين وشمال ووينج شمال. الراجل موجود معاك في ست مراكز، يتيح للمدرب اي شيء اي وقت انت عايز تنزله في اي مكان شغال. ده القندوسي. يعني انا اقدر اقول لك ان انت لما هتبيع امام عاشور تقدر تشتري لاعب سوبر تاني وتريح دماغك من البلبله دي كلها، وما توصلش فكر للاعب ان هو اكبر من النادي. زائد ان انت حتى لو جددت لامام عاشور بعد اللي انت عملته ده كله، في لعيبه تانية هتتذمر من اللي حصل، في لعيبه تانية خلاص انا شفت ان قدام السياسه بايظه، شفت قدام ان مفيش سيستم اساسا. لكن طب هو عندك نادي الاهلي لما رمضان صبحي مشي، هل هو حصل له اي مشكله؟ انت نفسك لما مشي فرجاني ساسي، هل عندك اي مشكله حصلت؟ بن شرقي كان عندك ومشي، ايه المشكله؟ مصطفى محمد كان عندك ومشي، مصطفى فتحي جه قعد شويه ومشي وقلت له معلش قول والله العظيم مش هلعب للنادي الاهلي. يعني ليه توصل للمرحله دي؟ ليه كل حاجه بتحصل في نادي الزمالك لازم تتوثق بفيديو والشعب كله يشوفه ويتفرج؟ ليه كل الناس تتفرج على اللي بيحصل جوه النادي؟ ما دي فضايح، ما دي كلها بتبقى عباره عن فضايح، الناس بتتفرج عليها وبتضحك وبتستهزئ بيك وبتسخر من النادي، بتقول النادي ما فيهوش نظام. ليه نطلع على القنوات الفضائيه كل شويه؟ وليه نظهر على السوشيال ميديا بنتكلم وبنقطع في بعض؟ ليه؟ يعني دي كلها حاجات بصراحه يعني بالنسبه لي انا حاجات مبهمه. ليه انت عمال تعمل فيديو لامام عاشور وتعمل فيديو لعبد الله جمعه وفيديو لاحمد فتوح وفيديو اللي مش عايز يجدد وفيديو اللي عايز يهرب وفيديو مش عارف لمين؟ ليه؟ كل دي حاجات انت بتعرض النادي كتاب مفتوح لكل اللي عايز يقطع فيه، كتاب مفتوح لكل اللي عايز يتكلم في حقه وكل اللي عايز يخرج اللعيبه من التركيز بتاعها، وترجع تقول يا جماعه احنا عايزين نقفل على نفسنا ومش عايزين حد يتدخل في امورنا في الوقت اللي انت اصلا فاتح امورك لكل الناس. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا بتكلم فيها، وهو ان انت المفروض ما تخليش اللاعب يفتكر ان هو اكبر من النادي. عايز تلعب بحب واخلاص للنادي خليك موجود مفيش مشكله، مش عايز تلعب براحتك امشي. انا اللي بيربطني بيك عقد، قعده معاك لنهايه عقده، خلاص مش مشكله، وبعد ما يخلص عقده يمشي براحته يروح اي مكان. طب انت دلوقتي شايف ان من الصح ان هو يا يجدد معايا يا يتباع؟ خلاص يا عم براحتك، عايز يجدد جدد، مش عايز يجدد يتباع، وهتاخد فلوسه وهتجيب بيها لعيب تاني. يعني انت مش هتاخد الفلوس دي هتحطها في جيبك، انت المفروض انك انت هتجيب بيها لعيب تاني. فخلاص يبقى انا بالنسبه لي وجود امام من عدمه مش هيفرق معايا. ليه؟ لان المبلغ اللي هيدفع فيه كبير، فالمبلغ ده هيخليني ويتيح لي فرصه ان انا راح اتعاقد مع لاعب كبير برضه بنفس النظام، وبدل ما راح اجيب 12 صفقه 10 صفقات كلها ما فيهاش الا واحد، راح اجيب صفقتين اتنين تلاته على قد احتياجاتي. يعني سامسون اكيلولا صفقه فاسده، ابراهيم رضاي صفقه فاسده، زكريا الوردي صفقه فاسده، مصطفى الزناري صفقه فاسده، مصطفى شلبي محتاج يرجع، عمرو سيسي تعبان ولسه عايز يرجع، انت ما جبتش حد غير دونجا. محمد صبحي زي ما احنا عارفين اعاره كان راجع، دونجا بس اللي رجع، عمر جابر مش عايز اتكلم صفقه فاسده. فكل دي صفقات مش صفقات سوبر يعني. اللي يخليك تجيب 12 صفقه و10 صفقات، هات جوز لعيبه 3 لعيبه كويسين وخلاص خلص الموضوع وانتهى الامر، على الاقل هينفعوك حتى تسويقيا، بدل ما تفضل تجيب كل الصفقات دي. زائد ان انت لما تبقى واقف على قد امام عاشور بس في خط الوسط وخايف ومرعوب قوي ان هو يمشي، دي كارثه. انت عارف يعني ايه نادي يقف على لاعب؟ عارف يعني ايه نادي ما يكونش عنده البديل؟ عارف يعني ايه نادي اصلا مش قادر يوفر البديل؟ ده في حد ذاته كارثه. عارف يعني ايه نادي لما يخش صفقه وكذا صفقه
عمال يماطل في الموضوع. فانت فكره ان انت عرضت نفسك للناس وعرضت نفسك للدنيا، وعمال تهاجم في ده وتشتم في ده وتسب في ده وتفتح على النادي ابواب من نار. دي حاجه من اللي انا كنت عايز اتكلم فيها، وهي موضوع رحيل امام عاشور من عدمه، اللي خلاص مرر وخلاص زهقنا منه بصراحه. بلا محايلات بلا مش محايلات، لاعب عايز يلعب جوه النادي يلعب، مش عايز يلعب يمشي، عايز يروح النادي الاهلي يروح براحته. ايه المشكله؟ انت ايه اللي يضايقك انه يروح النادي الاهلي؟ ما يروح. انت نادي كبير ما يوقفش على حد. تكون عندك موجود لاعب تاني، ما هو لما هيمشي هيمشي بفلوس زي ما انا قلت. تاني حاجه، في هجمه شرسه على مرتضى منصور من الاعلام. الاعلام كله متجيش ضد مرتضى منصور، كله بيهاجم مرتضى منصور حاليا. كل واحد كان ليه حق عند مرتضى منصور قرر ان هو ياخده دلوقتي. ليه بقى؟ اشمعنى دلوقتي بالتحديد؟ واحد هيقول لي هو انا المفروض افضل ساكت على حقي لغايه لما يموت؟ اقول لك لا، بس اشمعنى دلوقتي؟ ليه بالتحديد دلوقتي؟ هو لما كله بدأ يهاجم اكيد في حاجه يا جماعه. لان الهجمه الشرسه دي فيها حاجه غريبه. كله عمال يهاجم، كله عمال يتكلم، مفيش حد ساكت على الراجل خالص. طارق حامد اللي كان مشي وخلاص الناس نسيته وهو نسي الناس، قرر ان هو يطلع ويتكلم. مش معنى دلوقتي، انا مش ضد ان طارق حامد يطلع ويقول ان هو مظلوم وان هو خرج غصب عنه، انا معاك، بس مش في التوقيت ده. يعني انت شايف النادي عمال يولع، النادي عمال يتحرق بسبب الناس اللي كل واحد عمال يتكلم ويطعن في النادي. اشمعنى انت كمان من ضمن الناس دي دخلت انت كمان في السلك؟ ليه؟ ما دي كلها حاجات برضو تخليك يعني تدي علامات استفهام عليها. فالنادي بيتعرض لمشكلة كبيرة جدا ايا كان مين السبب فيها، سواء كان السبب داخلي او خارجي. فالنادي بيتعرض لأزمة قد تودي بالنادي تماما للأسف الشديد. احنا حاليا ما عندناش سيستم، ما عندناش سياسة في إدارة المؤسسة او النظام. فالنادي للأسف الشديد بيتعرض لأزمة شديدة هو اصلا خارج النطاق. فكل الناس دلوقتي بقت بتهاجم مرتضى منصور. الجميع بيهاجم مرتضى منصور. ده يا جماعة ما يخليكش تفكر كده مع نفسك ليه؟ اشمعنى دلوقتي؟ طب ما هو مرتضى منصور ده انتوا ما اتفاجئتوش بيه. طب ما هي دي طبيعه مرتضى منصور، وبيشتم الكل وبيقول كل حاجه في اي وقت. ويا ما شتم محمود الخطيب، ويا ما شتم تركي الشيخ، ويا ما شتم فلان وعلان، ياما ما سكتش. اشمعنى في التوقيت ده بالتحديد كله بقى يهاجم مرتضى منصور؟ وبعدين ايه يعني؟ مش واحد ولا اتنين، الكل، الجميع اتفق على مرتضى منصور. ليه؟ دي لازم تبقى فيها تفكير برضو. انا مش بقول لك ان مرتضى منصور صح ولا كويس، انا بتكلم في حته كل حاجه. حتى الصفحات اللي موجوده على الفيسبوك بتهاجم مرتضى منصور، زي ايطاليان زملكاوي، زي الزمالك هو الحياه، كتير، المختلط غيره بيهاجم مرتضى منصور. الصفحات الزملكاويه بقت بتهاجم، الاعلام المصري كله بيهاجم، كل اللجان الالكترونيه شغاله بجانب الاعلام على مرتضى منصور. اكيد في حاجه غلط. انا مش بقول ان مرتضى منصور صح ولا ان هو ما غلطش في حد، لكن اكيد في حاجه غلط. فالنادي للاسف الشديد بيتعرض لازمه من ضمنها التشتيت والخوف والرعب. اللاعب مش عارف هو بيعمل ايه دلوقتي، مش عارف هو هل في لجنه ولا ما فيش لجنه، هل لجنه حسين لبيب هترجع تاني والمجلس اتحل. طب لما انتوا شايفين ان مرتضى منصور وحش، ليه اصلا رجعتوه بعد ما حلتوا المجلس؟ بعد ما كان موجود حسين لبيب اللجنه المؤقته اتعينت لرئاسه النادي. زائد ان في حاجه برضو لازم الواحد يفتكرها، انت عندك اللجنه المؤقته برئاسه حسين لبيب جت في الفتره الاخيره ليها وطلع يتكلم يقول لك الفلوس وما معناش فلوس ومحتاجين فلوس وان احنا عايزين تبرعات. ما انت هنا برضو دخلت في مشكله جامده، هو الفلوس راحت فين؟ طب لما ما فيش فلوس موجوده احنا كده هنروح في 60 داهيه. اول ما ظهر مرتضى منصور كانه ظهر بالفلوس السحري، الفلوس كلها اتوجدت، الصفقات بدات تتعمل، الراجل بقى شغال عادي جدا وعمل لك 12 صفقه زي ما هو بيقول، واحنا شفناهم فعلا موجودين ايا كان بقى الفلوس اللي كان جاي بيهم. فيا جماعه ربنا يسترها على نادي الزمالك الفتره الاخيره دي، لانه بيحارب من جميع الاتجاهات ايا كان بقى السبب، بس هو بيحارب. وربنا يسترها لان الحرب صعبه المره دي بصراحه.